السلام وأهلا وسهلا سكراتي الغزالات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وكل شيء سانكسان. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم والدعم ديالكم، لا بالتعاليق ولا باللايكات باش ترجع القناة كيف ما كانت. كما كنشكر الكاتبة جنى نور الشريف الصراحة اللي وقفت معايا وقفة ديال الخواتات في هاد القناة، كنشكرها بزاف بزاف. من بعد القصة اللي كانت عطاتني ديال الأمل، كانت صراحة عجباتكم بزاف، التعاليق كانوا عليها زوينين بزاف، وتا هي قرات التعاليق ديالكم وفرحوها بزاف، وقررت باش غتزيد تعاوني. عطاتني نيت قصة جديدة اللي سميتها عزيزة، قصة واعرة. بالنسبة للكاتبة تبارك الله عندها جروب على الفيسبوك اللي كبير وعندها متتبعات وافيين وكتارين وبزاف، فاللي عندها شي قصة كتعطيها ليها وهي كتكتبها بالطريقة ديالها. وإن شاء الله مستقبلا غادي يكونوا بزاف ديال القصص ديال رقية اللي غادي ننزلهم، غيكونوا بالقلم ديالها وكلهم حقيقيين، وقصص غادي تكون حصرية على القناة وكلها المتتبعات، يعني قصص واقعية من الواقع اللي كنعيشوه. فكنتمنى منكم تشكروها ليا في التعاليق. والقصة ديال اليوم خطيرة عامرة بكيد ننسى، غادي تحمقكم. بيزو ليكم كاملين وندوزو للجزء أو القصة ديال اليوم. أنا عزيزة، عمري 26 سنة، متزوجة وأم لطفل عمر ديالو عام، يلا عامين ديال الزواج. هادي متزوجة ولد خالتي هو مسؤول في شركة بوست لي صحاح. الزواج تقليدي، لكن أنا كنت كنبغيه ومن أنا بنت ديال 15 سنة. كان حلم حياتي نتزوجو، وحقاتو ليا خالتي عزيزة حيت هي اللي مسمياني، وفعلا عزيزة وغالية عندي وتا أنا عندها. أنا بنت هادئة مسالمة، كلشي كيقولها ليا، صوتي ما كيتسمع. كنت ديما حاسة أنه منير راجلي عمرو بغاني، كأنني مفروضة عليه. ولفت واحد السيستم أنه أنايا كنعس في بيتي مع ولدي وهو في الصالون. كنت ديما حاساه كينفرني، حاولت بكل الطرق أنه يحسسني بالاهتمام ديالو، مع العلم أنا عمرني خسرت ليه الخاطر. منين كنفيق في الكوزينة نوجد الماكلة، وخالتي ديما كتنصح: عزيزة أبنيتي أهلكتي راسك بالشغل، عزيزة أبنيتي صحتك غادي تساس. وحتى لوسي اللي هي في الأصل صاحبتي ديما كتقاد ليا الضفار والشعر والحجبان والوجه، لكن والو كأنه جليد. كنت ديما حاسة منير مخبي شي حاجة، شي ماضي خايب، شي ماضي فيه شي وحدة سلبات حياته وأنا غير تزوجني كاختيار الأم ديالو ودير وليدات. اليوم السبت فقت كيف ديما على الصباح، شفت في بلاصتو ناعس حدايا، حيت فاش بغى غراضو والعلاقة الحميمية تفكر عزيزة. لكن ولات غادي تقولوا ماشي زواج هذا الدل غنقول لكم كنبغيه، وانا بنت 15 عام وراضيه بهاد الحياة. المهم يبقى جنبي، نط بشويه، البس قندورتي بعد ما حيت داك السميج. اصلا دوشت البارح، تحركت طيحت قرعه ديال الماء بالغلط، تحرك حل عينو، دار كيشوف فيا وهضر بصوت غاضب: منير. قال: سمح الله، واش ما كتعرفيش تحركي بهداوه؟ واش بقراو طلقوك؟ انا قلت له: اسمح لي، ما قصدتش. كي صبحتي اش مش هي الفطور؟ قال لي: حيدي من قدامي، بغي نعس، تحركي برا برا، حتى راحتي ما غنلقاهاش في هاد الدار. سكت انا وتنهدت وخرجت ساكته. هز الزيف نحطو على راسي. قبل ما نسد الباب ديال البيت سمعت التليفون ديالو كيصوني. بقيت انايا كنقاد الزيف ديالي، ما كانش في نيتي نسمع، ولكن اللي غادي نسمع دمر نفسيتي، طعن قلبي بخنجر اللي مسموم عمر جرحو ما يبرى. الراجل اللي خديته سندي وصابر على كل شي اللي كيدير سمعته اخيرا. خرجت من فمو كلمة: حبيبة توحشتك. لكن مع الاسف ماشي ليا، لا لغيري. صرت طريقي وانايا كنسمع. منير قال: صباح الورد والياسمين، ياسمينة ديالي توحشتك حبيبة، شويه ونكون عندك، غير تحط ليا داك الحلوفه الفطور. نزلات دمعه من عيني، ديك الدمعه اللي كنت حابساها عامين هادي وكبحاها وغالقه عليها. نزلات، ابتسمت ومسحتها وتمشيت دون ما نكمل الهضره ديالو ليها باش ما نهارش. دخلت للكوزينه، لقيت خالتي كترد اتاي، سلمت عليها وردات عليا، وبدينا في التوجات ديال الفطور عادي. حسيتو ناض كيهضر مع جاد ولدنا وضحك معاه. دخل الكوزينه ناشط وهايلي، يلا هضر مع حبيب ديالو الغاليه ياسمينه. عمرو قرب باس راس خالتي،
منير قال الحنانة بخير كاين شي فطور ولا نتحرك خارج. خالتي قالت ولدي اليوم غير السبت وفين غادي زايد راه عائلتك، عائلة مراتك خوالك راهم عارضين علينا. منير قال اش من عراضة انا ما فراسيش. انا كنشوف فيه واحد الاحساس داخلي هذا هو بصوت منخفض كيف ديما. انا قلت اخويا اليوم غادي يختن ايمن ولده وغدا عندنا عراضه ديال العيالات اليوم الرجال ما غتجيش. منير قال ما مساليش غير سيرو من دابا الفلوس راهم في بلاكار هزي اش غيخصك وعطي لامي واختي غير فطروا وتحركوا انا خارج. كانوا هادو كلماته ومشى. خالتي قالت ويل الشيطان منير اجي نهضر معاك منير. سبحاتو خالتي وانا جريت الكرسي جلست شديت راسي وهضرت وانا كنهدن في راسي بواحد الكلمه عزيزه. غيدور وغيرجع ليك انتي الاصل وباقي كله تقليد. غيدور وغيرجع انتي الاصل. هاد الجمله كنقولها وانا مصيره على يديا وكاتمه النفس فيا وداكشي اللي درت هزيت كتافي ونط ناسي الموضوع. حطينا الفطور هو خرج جهلت انا الموضوع. صونيت الماما لقيتها غارقه قالت لي دابا خصكم تحضروا. داكشي اللي درنا هزيت 1000 درهم قسمتها بيني وبين خالتي ولوستي فقط. بدلت لولدي وانا كيف ديما جلبه مخزنيه والزيف ديالي وصندالتي وصاكي وخرجنا لقينا طاكسي ديال البلايص. وصل ركبنا ومشينا مسافة ساعتين. وصلت كانت الدار عامرة الروينة. دخلت ناسية الموضوع ديال الخيانة ولا اش سمعت. طنشت صافي كيف ديما موضوع ويفوت. وسط الكوزينة في الدار لابسة بيجامة حمراء والزيف ديال حياتي وخدامة مع الطباخات يد وحدة كذلك. العيالات ديال خوتي بجوج حيت حنا اصلا 3 ديال العزارة وجوج ديال البنات. انا واختي انا الصغيرة ديال خوتي جوج اللي مزوجين واحد مازال ولكن كيقرا باغي غير تاخد راجلي. هادشي اللي دايرين. واختي راها مزوجه وفي الطاليان. دخلات امي اللي كانت مشمره وهضرات بالصرامه. شامه قالت عزيزه دوزي حطي الصواني ديال اتاي وقالت يلا ما تجمعوش ليا هنايا كاملات فوزيه تبعيها بالحلوه راه كلشي تكب ما صبروش حنا عالمينهم حتى الغدا زعما. انا قلت وا ماما خليهم اللي جا الفرح ديالك راه بغاك. شامه قالت ايه هي وانتي فين منير ما جا ما وصل شوفي فيا ياك ما مقلق السيد ولا غاضب والله وتشكى منك. يا ريتك ناكلها لامك ها. زمانك حتى واحد من البنات ديال خوالاتك ولا عماماتك داتو السيد اللي هاي كلاس والبوست مزيان في الشركه والمرسيدس كل شي موفروا لك. شوفي غير كنيني كيفاش ولدتي والسابع اللي داروا لولدو والعقبه لختانته وحلي فمك يطيروه لك. حركت راسي وانا ساكته. اش كتسنى تقول لي اش غتقول؟ اش كتسناو حتى نتوما تقول لي يا بنتي اش خبارك ولا بنتي مالك مهمومه؟ غالطين. ماما طول عمر ديالها انسانه صارمه دوزات علينا المرار انا واختي ما خرجنا ما درجنا كل شيء نعاتو علينا. ما نحيدو حجبان ما نديرو ميكاب ما نقادو ضفران الشعر ديالنا ما نوصلوه التليفون عمرو تحط في يدي تخطبني منير وشراه ليا. كنت في الحبس داكشي علاش كنقول راضيه اخوتي غير ما يخلينيش. كملتها وسكت هزيت الصينيه ديال اتاي ومشيت للصاله دخلتها. بديت كنسلم على بنات خوالاتي اللي جاو مزوجات كاملين. حطات مرات خويا الحلوه وانا بقيت واقفه والطبليه كي الخديديمات. هما غير الشعر مسبسب ما كاين غير ليميش ميكاب الذهوبات الضفران والحاله تقول مزوجات الوزراء. وهما المخيره راجلها خدام في مرجان. لكن مهم اللي كيهم هو راحة البال لاقين راحة البال ومزوجات حب قلوبهم وعايشين سعادة وفرحانات. عارفة أنا اللي مزوجة راجل بخيره ولكن حالتي تقول مزوجة كسل في الحمام بهدلة. وأنا واقفة جات لوستي وجات على الجنب وهي كتضحك وهضرات بعصبية. سميتها غيتا قالت لي واش مخورة نتيا في عقلك؟ اش واقفة بهاد الحالة عليهم؟ واش كتجيبي الضحك في راسك؟ عزيزة فيقي من التبوهي الله يهديك. فين قفطانك الباج والذهب ديالك والخاتم ديال المرياج؟ فين شعرك اللي كان صاوب ليك ها؟ واش كديري هكا بالعاني؟ انا قلت لها غير خليني غيتا لقيا راحتي هكايا والله اصلا لاش غادي نتزوق ها علاش غيدخل خويا وحشومه ولا با غير خليني. غيتا قالت لي يولي عليا راني درتو يا اختي دبري راسك. انا قلت ليك المهم انا غنمشي نريح. كنتسنى واحد صاحبتي واختها عرضت عليهم اليوم غيجيو ساعات عطلوا. حركت راسي ومشيت
مطنشه راجعه للكوزينه، لكن غير تا خاطرها ما خلاهاش، رجعت جراتني وقالت لي: الا ما مسوقاش لراسك على الاقل خلي خير خويا يبان عليك، راكي ضحكتي فينا الناس والعديان. الكلام ديالها ضرني في خاطري، حضرت راسي وجراتني للبيت، بدلت وقادات ليا الوجه ديالي مزيان، لبست الذهب ديالي وشعري مطلوق، قديته خرجت مع ماما نيشان، شافتني وخرجات عينيها بغضب. شامة لي هي ماما، قالت: اويلي على السيبه، الدار كامله عزاره وهي مزوقه ليا كي الطعريجه، واش ما حشمتيش؟ في بالك انتي العروسه؟ غديدي يا غديدي يا غديدي، اخي يقولوا ربي السايبه. شكون اللي دار فيك هاد الحاله؟ شكون؟ غيتا قالت: خالتي سمحي لي، بنتك مرات خويا وانا اللي قديت ليها قدام الاخرين، حيت راها كنتنا، فهمتي؟ ما تدخليش ما تدخليش، فهمتي؟ عزيزه سدي البيت وتبعيني. لاحت الهضره لامي وخلاتها كتغدد، ومشات قربات من امي وهضرات. شامه قالت: هاد المسخ وهاد قله الحياه ما ديريش في داري، ديريه في دار راجلك، فهمتي؟ وهاد لوستك اللي هي بنت اختي من الصغر ديالها مدوده، وتبعيها تخرجي على امك. والله ويتشكى منير راكي وليتي طيري حتى نطير لامك رجليك ونوريك هاد الزيغه كي دايره. شفتيها؟ بغيت نغوت ونقول ليها: وهاد منير اللي كتعناي بيه راه ناعس مع غيري، هاد منير اللي خايفه وعطيها قيمه راه كيقول لحبيبته حبيبه وكيدلعها لدرجه خرج الزربان ووصل لعندها. سكت وسديت الباب وخليتها، هي في بالها راني غادي نمشي وغادي نمسحو، ولكن هي غالطه، التخطيط ديالها غالطه فيه. دخلت المجمع ديال النساء مخليه امي كتفرج، جلست حدا خالتي اللي ابتسمات وعنقاتني. سبحان الله، عجوزة حنينة ومي اللي ملحمي ودمي، الكبدة ديالها قاصحة عليا. داز نهار في النشاط ديال العائلة بيناتنا، وصلات 6 بلاصات السيارة اللي كانت كيو كانت في الأسود، ونزلات واحد السيدة وختها، قربوا يدقوا الباب، حليت ليهم، ابتسموا وهضرات وحدة: أروى، قالت: دار جعفري هادي. سلمت عليها بعد ما عرفتني براسها ودخلتها. سبقات ختها وهي قبل ما تدخل شفت في عيوني وهضرات بابتسامة على الوجه ديالها بكل ثقة: أروى، قلت لي النظرة ديال عيونك حزينة بزاف، كيف أنك مجروحة ولا تعرضتي للخيانة؟ صدماتني كيفاش عرفات أشنو فيا، وأنا يلا سلمت عليها، ما عرفت ما نقول، لسان ديالي تلجم. شافت فيا وهضرات بحسرة، قلت لي: ما تخافيش اختي، هذه اللي قدامك الخيانة هي اللي وصلتها للإنعاش، وقلبها وقف ولكن رجع وحيا، وأنا عارفة مزيان هاد الانكسار، فهمتي؟ تجيك غريبة لكن أنا غنقولها لك. هاد العيون فكروني في عيوني قبل 5 سنين. ما تخافيش وما تخبيش، هضرة طويلة معاك. أنا قلت لها: أختي يمكن راكي غالطة، وابتسمت قلت لها: أنا غير عيانة شوية فقط. أروى قالت لي: ما تهربيش وما ديريش غلطي. المهم هضره حسبيها دازت، غير وليت كنشوف اي وحده مهمومه كنعرف مناش، ماشي قليل اللي داز عليا، وانتي ديما غير تا كتهضر عليك، واهم حاجه كتهضر على البرود اللي في علاقتك مع رجلك. عارفه داكشي بعيد عليها، ولكن هي مشوشه وبغات خوها يميل ليك من المحبه ديالها ليك، حيت راها صاحبتك وبنت خالتك ولوستك، يمكن خاص ندخلو. ابتسمت انا وحركت ليها راسي، دخلتها المجلس ديال النساء، جلسات وانا انسحبت للطواليت. دخلت وسديت الباب، حسيت بخاطري مخنوق. شفت في المرايه اللي قدامي في العيون ديالي فعلا هي ما كذباتش. هزيت التليفون اللي كان معايا، دوزت رقمه مره، جوج، 3، 4، 5، والو. غمضت عيوني بقهرة حتى جاني ميساج كتبو: اش واقع؟ ما مساليش مريح مع صحابي في القهوه. ابتسمت بألم، يدي كاملين كيرجفوا، ما شعرتش حتى طلقتها بغوطه من الاعماق ديال قلبي. ما كنتش حاسه لدرجه كلشي سمعها، صرخه من اعماقي خلاتهم كاملين ينوضوا، اولهم خالتي كيدقوا عليا في الطواليت ومخلوعين. والصداع، بديت كنحس بواحد الالم، هزيت يدي وضربت ديك المرايه، شتتها، تحلات يدي، لكن الالم اللي في قلبي كتار منها. نهاريت ولا كلام داك السيده قهرني. حليت ليهم الباب ديال الدوش وانا كنرجف. اخر حاجه اللي عقلت عليها الغواس ديال غيتا، هزوني للسبيطار، خويا وولد عمتي كان حاضر. انا ما عقلتش، كلشي تخلع، اش واقع؟ لكن اروى بقات ساكته، كلشي تشوش، واخيرا رجعوني دموعي نشفوا. خويا عيا يسولني: عزيزه اش وقع ليك؟
الصمت. عزيزة مالك؟ الصمت. عزيزة واش منير تخاصمتو انتي وياه؟ الصمت. فين عزيزة؟ كأنه دوامة وأنا في الداخل ديالها، الجسد حاضر، العقل والقلب غايبين. وصلنا وحليت الباب ديال السيارة وخرجت وانا شادة يدي اللي كانوا ملويين عليها الفاصمة. سنيت لقاه زعما يكون حاضر، والو ما تسوقش هنا، كانت الصف عليا. اذا منير مرتاح. دخلت ما هضرت مع حتى شي واحد، نيشان البيت سديت الباب، قربت من واحد السداري جلست هي تحل الباب. دخلت ماما مخنزره سداتو وقربات مني، حطات يديها على الخصر ديالها وهضرات وهي مخرجه دوك العينين المكحلين. شامه قالت صافي هادي اخرتها، تغوتي وتضربي يدك بحال شي عاهره. حيت الراجل ما جاوبكش. اشنو يا بنت الحرام؟ هادي هي ترابيك. ترابيك خرجوا الشواري، باغيه تحكمي راجل؟ ما تسوقتي الناس للجارات اللي معاونين، التريكه اللي حاضرين، التريكه اليهوديه. مشوهاني مخليهم فين يهضروا. عزيزة حماقت، سيري دعيتك الله الناس يولدوا البنات وانا والده خطيه، حلا فمها فوق ما مزوجة راجل اللي بنات كلهم يتمناوه، وزايدة في البهلان الكلبة الحمارة. زديت فيها راسي عيوني خارجين. صافي وصلت معايا للحد، غوت في وجهها خلعتها، وقفت ليها كيف الحمقى. قلت لها انا اللي خاص نوكل عليك الله، انتي امي انتي. واش انتي حاسبه راسك ربيتي؟ اش من تربيه كتهضري عليها؟ وانتي ما قريتيناش حروب النساء؟ اش من تربيه كتهضري وانتي مخليانا كيف الحمارات؟ هاد الراجل اللي كتقدسيه وكتعلي بيه منير في الارض ومنير في السماء راه ناعس في حجر غيري. شامه اي امي بلغوات، حيت ما لقاكش مرا يا الخانزه. انا قلت لها حيت ما لقانيش عاهره. أشامة لقاني بنت الناس، لقاني نية وسكتة الخنزو وتعفار والغواتو، لقاني بنت دارنا ما فياش الفعايل ديال بنات الحرام. اما كون راني بخير. سمعيني مزيان امي وكلامي ما غنعاودوش، تعاودي تدخلي فيا ولا تهزي الصوت ديالك عليا، كنحلف لك بالله ننسى واش راكي امي، ووجهي ما يجي في وجهك ليوم الدين، ونسى واش ولدتيني، حيت وحده بحالك ما تستاهلش تكون سيري اجري ورا ولادك اللي عزارة، راري بيهم. اما الحنان والامومه خليها لاختك مباركه اللي هي خالتي، وكنحسد غيتها على داك الام بحالها. ودابا خرجي في حالاتك، هانتيا قلتيها ليا راجلي، يلا خرجي سوقي مني ليه نغوت نضرب يديا نضرب حتى قزيبتي. حياتي هاديك كنت بنتك فاش كنت في هاد الحبس، اما دابا مرات الراجل ندير اللي بغيتو فين ما بغيت تحد ما سوقو فيا. غنمشي عند با وغادي نقول ليه اش كتسوي والكلام ديالك ونشوفوها فين غادي توصل، وراكي عارفه مزيان. شفت هي كيف الصدمه جاتها، غوت في الوجه ديالها خليتها كيف المشله. انا قلت خرجي خرجي في حالك. خنزرات فيا وخرجات وهي كتسب وكتخاصم. رجعت تكيت فوق داك السداري كنبكي من قلبي. تسنيتي صوني تسنيتي يهضر السيد ما تسوقش والو، واخا في بالو كل شيء. حتى انا كملتها وسكت. وصلت 12 الليل جاني ميساج من نمره ما مسجلاش واتساب، كان اوديو طلقته، كانت اروى قالت سلام عزيزه، انا اروى سمعيني مزيان ما تقاطعينيش. سمعتي البكا ورا الميت خساره، وانتي باركه متبوهي الودل. جمعي راسك، غدا مع 10 لقاك واجده حدا داركم. بغيتك في شي حوايج وبلا ما تعارضي، حيت عصبتيني بداك الشيء اللي درتي في راسك. المهم بونوي، غدا لقاك واجده حيت غادي نمشيو لواحد السونطر نقادو الحاله ومنها نيت نهضروا. كمل داك الاوديو وانا كنشوف في الفراغ. غمضت عيوني ونعست. جاد ولدي اللي نعس مع عمته وجداه صباح الصباح مع ديك العشرة. كنت لابسه واجده ما فطرت ما والو، كلشي لقيتو كيشوف فيا. هضرات بنت خالي حيت كلشي بات عندنا. كريمه قالت اختي عزيزه شويه دابا، واش مالك شفتي شي حاجه؟ شفتيها؟ ابتسمت وماما كتخنزر فيا كانه ما راضياش. انا قلت لها ما ديريش في بالك حبيبه، غير شحال هذا ما درت الليله اش غنقول لك ديال الحضره والجواد طلبوني، داكشي علاش ضربت يديا وما حسيتش. حلو فيا فمهم. امي اللي كانت كون صابت الارض تنشق وتدخل فيها، حيت بابا هو امام ديال المسجد. وانا اش قلت؟ خالتي قالت لي اش كتقولي يا عزيزه، اش من حضره ولا جدبه؟ قلت لها شوفي طلبي تسليمه خالتي،
راه واحد السيدة كنعرفها هكا قالت ليا: "واش نتيا مجدوبة؟ الليلة تكب عليها المطايب أسلقها، يلا نخليكم." غيتا عيونك على جاد، بغيت نخرج شوية ونرجع. خالتي خصك شي حاجة من برا؟ خالتي مباركة أم منير قالت لي: لا بنيتي غير تساراي الله يعاون. وسط كافي اللي زوين جالسة أنا وأروى، عاودت ليها كل شي اللي عندي. أروى قالت: إذا زواج تقليدي انتي كتبغيه. هو لا، واخا نتيا دابا غادي تقرري واش تطلقي ولا ترجعيه لصفك فقط. انا قلت لها بغيت نرجع كرامتي. مع ها هو كيصوني، يلا كملتها ها هو كيصوني. يلا شفت النمرة ديالو بغيت نجاوب، شدات أروى يدي بهدوء وشافت عيوني. قالت لي: اول قاعده ما كنجاوبوش على المكالمه في بلاصه حتى دوز الاولى الثانيه الثالثه، فهمتي؟ عاد ندوزو دابا الخطط الاولى والثانيه. نتيا خاص تعطيني عنوان دارك، وخاصنا التليفون ديال راجلك باش نزرعو فيه واحد الشريحه ديال التجسس، وغادي نجيبو خبارو وفين ما كان وكل اللي واقع. بلا اكيد ما يسيق هو حتى الخبار وتا حد ما يسيق الخبار، واخا غيتا فهمتيني غيتا وما خصهاش تعرف. سكت ودرت ليه السيلونس التليفون حيت صدعنا، خليته كيصوني وحركت راسي. كملات اروى الكلام ديالها ساعه ونص وحنا كنهضروا. من بعد نضنا مشينا للصالون، وقفات على مولات الصالون اللي غتقاد ليا، وراتها القصه اللي غادي دير ليا اي القصه، وصايبت ليا حجباني كيفاش والضفار واش من لون واش من حجم وجلسات، وبداو فيا ساعتين عاد ساليت. بغيت غيرت القصه ديال الشعر، جاتني زوينه بزاف. والحاجه اللي صدماتني انه درت حتى رجيلتي الصباغه والضفيرات وقديتهم، درت لاصيغ ليدي ورجلي. المهم هنايا عرفت راسي بغي، كنت عاطيها غير الشغل وتماره وجه النحس. من بعد جراتني تاني عند الدهايبي، وهنا كانت الصدمه. عاودات تقبات ليا الودنين جوج وحدين اخرين، شفت نجوم الليل وزدت حوالق ديكور واعرين وخلصتهم هي. روا قالت: هذا بابا فيك الضو، المرة الجاية غادي ديري واحد البريسينغ، خليه المرحلة الجاية. واخا حركت راسي. ايوا تمشات وحنايا راجعين للطريق كاملة وهي كتشرح ليا بالترتيب اشنو ندير، حيت غادي نلقاه في الدار وانا كنقول لها مستحيل نلقاه. وصلنا حطاتني في راس الشارع، لحت الزيف على راسي وشعري اللي كان مطلوق جا مع غيب شويه. مع قربت كتبان لي السياره ديالو اذا جا. واخا حاولت نهدن راسي وتمشيت داخله بشويه، لقيت خوتي قدام الباب. رميت السلام ما تسوقتش لحد. دخلت وانا كنسمع الهضره ديالو مع جاد والاب ديالي، والدنيا كانت عامرة. وقفت عليهم مبتسمة كأنه لا شيء. شفتو شاف فيا بنظرة غاضبة لتجاهلي المكالمة ديالو. أنا قلت: السلام عليكم بابا بخير. قربت سلمت على بابا، رميت ليه السلام. كان كيتسناني نمد يدي ليدو. زيد جاد بستو سلمت على خالتي والبقية. جلست وطاح الزيف بين شعري اللي مصيب وضفاري. بابا استأذن خارج وبقينا حنايا. هضرات ماما وكتبرد في داك الفقصة بضحكة اللي صفرة. ما ضحكات. تعطلتي منير ساعة باش جا، فين كنتي؟ منير قال: فين كنتي؟ ما فراسيش خارجة. شماء قالت: غير نسات ومعلماتكش ياك بنيتي. انا ضحكت: نسيت كنت في الصالون بعيد شويه، ومع كان عامر خديت نوبتي وجلست في بالي غتكون مع صاحبك مع صحابك في شي قهيوه. ايوا قلت بلا ما نصدعك كيف البارح خليتك على خاطرك. دورت وجهي للتليفون، بنت لي اروى كتصوني، شديتها تمشيت خارجه كنهضر معاها. ساليت المكالمه، دخلت للبيت حليت بلاكار، هزيت قندوره في الصفر زوينه لبستها جات معايا. بنفس اللحظة كنجمع الشعر ديالي تحل الباب، دخل راد خضرت وشفت فيه. منير قال لي: فين كنتي خارجة دون ما تعلميني؟ سكت كنفكر الكلام ديال أروى: ما ترفعيش صوتك وتنفعلي وتبينيه مهم. خليه يحس بالبرود ديالك. كنجمع الخصلات ديال شعري. انا قلت الصراحه كنت في السونتر، ياك عرفتي مشيت نقاد شويه حالتي. دزت لعند هايبي تقبت ودني. ايوا درت ستيل اللي زوين، وقلت بلا ما نصدعك عادي. يعني نتايا خليتي ليا الفلوس وقلتي ليا سيري وانا خرجت اليوم قديت حالتي فقط. منير قال: واخا كنصوني ما كتجاوبيش. انا قلت له: كنهضر ابيل مع صحاباتي وما جاتش نقطع، كنا كنهضروا على موضوع ديال
اش غنقول لك ديال السيدة يا ربي السلامة، وحدة عاداها راجلها حيت جابو من الزنقة وكتعاني بزاف هي وياه وانت ما مولفش تصوني. قلت شي حاجة ماشي مهمة، بصدمة بقى غير كيشوف فيا في الشعر ديالي ضفاري، الحلقات اللي مزينين ودني قربت منه والعطر اللي دايرة كيأثر. انا بستو في الخد ديالو بهدوء وهضرت في ودنو. انا قلت له سولتي على خروجي لكن ما سولتيش على جرحي يا حبيبي. منير تلف اش من جرح؟ انا بصوت هامس اللي في يدي. واش ما بنتش ليك ما بنتليكش الفاصمه اللي في يدي؟ البارح راني قطعت يدي بزاف حيت تعصبت. اليوم نضت ومشيت قديت راسي. شفتي حنا ننسى راسنا وما مصالحينش معاه. خلي بنادم انا عمر لك اتاي. انسحبت من حداه مخلياه مكوانسي كأنه ما عارفش شكون هادي اللي كتهضر. تمشيت خارجة من البيت. وصلت العشية وجاو اللعابات اللي غينشطونا. ايوا الدار زادت عمرات. دخلت وانا طالقة الشعور ولابسة مازال قندورتي حما الطرح. هزيت الموزون ولويتو على خصري اللي كان عامر عندي اليهونج. غير خاصني نبينهم افشي حاجة اللي كانت مفصلة ايفاسي. ايوا بديت هاك بالك كلشي كيشوف امتى عزيزة كتشطح. تغيير اللي كان بسيط بان عليا. كنشطح من قلبي. ناضت صغيرة كتضحك وكتعلق ليا وانا كنركز. هزات خالتي التليفون ديالها وبدات كتفيلمي فيديو. كنحرك الطرف والشعر اللي كان مسبسب ومقاد. شطيح شعل العوافي نيت في عماماتي اللي كيشوفوا حيت اخوانيات وبناتهم مولفيني سكوتيه. وانا كنركز وكنتهز حتى للسما والشعور. سجلات وصيفطاتو ليه واتساب. شبعت شطيح مع راسي. خليت اللعابات كيمدحوا فيا. مشيت وبدلت ولبست قفطان اخر ديال غطاء الازرق ملاكي جاي معايا مزير وكلوش. ايوا جلست حدا خالتي ناشطه والشفران والميكاب اللي كيحمق. بديت كنتصور بطريقه زوينه والفلتر سناب اكيد وكنحط في ستوري ديالي. دازت ديك العشيه محيحين شبعت شطيح. دازو 5 ايام بالحساب. رجعت للدار مع خالتي وغيتا. دخلت لبيتي حاسه بالخنقه فيه. بدلت حوايجي حتى كنسمعو الدقان في الباب. شكون كنتفاجأ بأروى. دخلت وجلسات بعد ما سلمنا عليها. هضرات وهي كضحك. أروى قالت سمحوا لي صدعتكم وضحكات. ايوا 8 د الليل هادي اش هاد الوقت؟ انا قلت لها لا مرحبا بك العشاء راه عندنا. أروى قالت لي لا مرة أخرى غير جبت لك الحوايج اللي خلصتي عليهم ديك النهار. ها هما 4 ديال البيجامات اللي كنتي شتي في داك السيت وقلتي لي نشدهم ليك بصحتك. غيتا قلت اش من سيد ما فخباريش. أروى قلت لها عقلتي على ام وليد راه حلات واحد السيد كتبيع فيه البيجامات ديال النساء المتزوجات. كملنا الهضره. انا راه هادشي ما فراسيش كاع دوك البيجامات. كانوا غير حجه انها تجي باش تحط ليا فيهم واحد الطيلي جديد ومخدر باش نمشيو بداك الخطة كيف ما بغينا. دخلتهم انا البيت فاش مشات لقيتها مصيفطة ليا فيهم تليفون وواحد المخدر حتى تشرح ليا اش بغيناهم. جبت انا دوك البيجامات كانوا قصار واعرين بزاف وجريئين. قيست وحدة في الباش كريمي جاتني زوينة. خرجت كنوريها ليهم كانت فوق الركبة بشوية سامبل ويديها كانت ديال الشبكة. ها الباب تحل وتشعلوا الضواو ديال الدروج. غيتا قلت منير رجع مازال ما وجدنا العشاء. انا نديرو انتي غير جلسي. قلت لها شوفي غير خليك. قالت لي لا خليك انتي بهاد البيجامه عزيزه. ضحكت وفعلا جلست حدا خالتي. جامعه شعر ديالي بشده مهمله. رجيلاتي كيبانوا بيضين حيت لاصق. دخل هو بحيت الصباط ديالو رمى السلام ودخل جلس وعينو كيشوفوا فيا. مباركه قلت له كتبان لي عيانه وليدي مالك؟ منير قالها غير ستريس ديال الخدمه وصافي. ما عمرتوش اتاي؟ بركه قالت غيتا ردي المال اتاي انا غادي نوض. هضرات وانا والعيون ديالي على التيفي اللي كانت مشعوله. انا قلت لها غير خليك اخالتي انا غادي نعمرو بغيتي معاه حاجه واحده اخرى بين ما يطيب العشاء. جاوبني وانا كنشوف نظراته بارده اللي ولفت باقين ولكن العجيب انه ما اهتميتش ليهم. وقفت وتمشيت دون ما نسلم عليه. وهذه صفعة تانية ليه. ولفني نبوس يدو احتراما ليه. لكن دابا هو اللي غيرجع يبوس يديا باش نخليه يقرب ليا. كيف كل ليلة هزيت ولدي ودخلت نعس في بلاصتنا. تغطيت وزيت التليفون بديت كنسمع الاوديوهات ديال اروى انه داك المخدر خاص نحطو ليه فاش الدار تخوى. تفكرت انا نهار لحد خالتي وغيتها معروضين العرس في العروبيه. اذا السبت غيمشيو. قلتها ليها اذا الخطه غتبدا
داز الأسبوع اللي طاير وكيف وصل السبت مشات خالتي وغيتها. أنا رفضت. مع الصباح فاق سي منير ناوي يخرج كذلك حتى لقاني صيبت ليه اتاي كيف ديما عرفتو ما غيشربوش تما. ضربتي حطيت عصير ديال الليمون داز على الكاس شربو مع حطوه بالصباط ديالو حس بالدوخه. بدا كيعيط ليا عزيزه عزيزه. وقفت وانا كنشوف فيه وقف هو كيتمايل مع قرب يطيح على الطولة ديالو وانا عيوني عليه كيف النار كون قدرت نغرس فيه الخناجر نطلع روحه. جريته للبيت وحطيته تما في الارض مخلياه. صيفط الأروى ميساج وهنا بدا اللعب. نص ساعة جات ومعها جوج ديال العيالات اللي كانوا لابسين خمار. حليت ليهم ودخلتهم للصالة. جلسات كضحك وانا ما فاهمه والو حتى هزوا الخمار كيبانوا رجال. انا غوت وسدت ليا هي فمي كتموت بالضحك. هضر واحد فيهم زعما قلده واللحيه وراجل بعقل ونيس. ايوب قال لي والله ماشي هذه خدمه يا اروى. راني ماشي ديال هاد التبرهيشه اروى. راح نخلع على السيده. ياسين قال اختي جيبي التليفون ديال داك النعيوه باش مزوجه معاك الكوميسير ياسين. خو اروى هذا صاحبي ايوب عليه الامان. يلا كون ما اروى والله ما ندخلو معاك في هاد الشي. تشللت انا ما بقيت عرفت اش ندير. جراتني اروى وهي كضحك حتى بدات كتعيط ليهم باش يشوفوه مشبوح في الارض. ياسين قال لي ما قتلتيه راه جنايه. انا بخوف قلت له لا لا اسخف وطاح ما درت له والو. اروى قالت ياسين هدي اللعب. ايوب خويا هزوا هاد الحمار فين ولدك جاد. انا قلت لها وانا كنرجف مشى مع جداه مشى معاهم اللي عرت حيت هو مولفها. اروى الرجال في داري غادي نشوهو. اروى قالت لي ما تخافيش دابا خاص نقلبوا على التليفون الاخر حيت راه مستحيل يكون واحد اللي عنده. حركت راسي بدينا كنقلبوا كاملين. بعد ما لبست حجابي وعبايه ديالي كندور وكنشوف بدوك اللي حيدوا الخمارات والعبايه بانوا رجال قد استخدموا بالخصوص ايوب راجل نيس ما شاء الله. داكشي اللي كان لقينا في حوايج جوج ديال التليفونات وبيسي اللي صغير هزينا داكشي للصاله. اروى قالت عزيزه شي كاس ديال اتاي واجي نكتشفوا اش مخبي راجلك. انا قلت لها خايفه ويلا فاق يا اختي. ايوب قال لي غادي نغيبوه ما تخافيش بحال داك الحتاله الناس غير كيدفلوا عليهم. ريحي يا اختي جيبي اتاي مره اخرى. انا قلت لا مرحبا بكم دابا نعمرو. يلا غادي نمشي نعمرو. سمعنا التليفون ديالو كيصوني. بنت الاسم بالاسبانيه ومعناها اميره. حسيت بواحد الالم اللي كان كبير. شداتو اروى بعد ما فكوا الكود للتليفون وتسمع الصوت ديال الانثى خلاب صوت انثوي جريء. قلت الو حبيبي منير راني كنتسناك واش ما جايش توحشتك. قلتي دابا غتجي. الو منير. هداك الصوت اللي خلاني نخرج الشهقة. غلباتني البكية حطيت يدي على فمي وجريت وانا منسحبة. تبعاتني أروى بكيت من قلبي وهي معايا كتهدن فيا. بردت ورجعت كل شي وساوني. حلينا داك البيسي وهنا تصدمت عمري. كان عامر بالصور ديالها. كانت بنت زوينة بزاف شعر ديالها أشقر كأنه أوروبية. وباين كانوا كيقراو مع بعض تصور ديالهم من الجامعة. من بعد بداو كيبانوا بعض اللقطات اللي كانوا كيضحكوا بيناتهم بعد فيديوهات اللي دارهم هو وياها كيعاود عليها في الفترة فاش خلاتو هي. اذا نرجعوا من بعد فترة من بعد داك الفترة اللي كانت خلاتو كانت 4 سنوات. زيد عليهم عامين ديال الزواج ديالنا تزوجنا اذا يلا رجعوا مؤخرا. هادشي تعقد. بدينا كنحلو حتى نيتا الاخرين التليفونات وهنايا كنقرا الميساجات ديالهم الاوديوهات ديالهم اللي بصدمه. السيده مزوجه وعندها ولد وحتى هي حسيت بواحد طوفان وجا القلب ديالي. سكات وانا ساهيه في الفراغ اللي عرفت انه اميره حب حياه منير. كانوا كيتحابوا من الباك كيبغيو بعض ودرسوا في جامعة وحدة. كان كيوريها كل شيء. نهار اللي خداو الدبلومات ديالهم بحكم هما عائلة لاباس عليها صيفطوها الأهل ديالها لفرنسا. تخلات عليه بسهولة تما. هو تخرج ودخل في اكتئاب 4 سنوات حتى تزوج بيا باش يرضي مو بحكم خدام بالخلصة ديالو مانتو. أما هي فراه تزوجات في الخارج ورجعت المغرب بالصدفة. تلاقاو في حفل ديال الشركة وخا خلاتو رجع معاها تاني بعد اش من كدبة قالت لي الله اعلم حتى خلاتو يرجع يعشقها. كلامو عليا كيفاش كيوصفني ما رضيتش قدام دوك الناس. انسحبت مخلياهم
قادوا ليه الشغل وداك الشي اللي وقع 5 ديال السوايع ولاو لي طيلي دياولو كانوا عندي جميع التليفونات درنا ليه جهاز تعقب قدينا المسائل وقدروا أنهم يشرحوا لي الخطة باش يطيح في أقرب وقت، لكن أنا قلت ليهم بغيت نرجع كرامتي ليهان وهنا غادي نحيد هاد عزيزة الدرويشة وغادي تجي أنثى أخرى اللي عمرو شافها. داز داك النهار بصمت فاق ما فهم والو كيفاش سخف شرحت ليه وخليته مشى ومشاو أيام وجاو أيام وأنا ديما على حالتي لبس القصير وخالتي لاحظات وفرحات ولات الليل كتدخل كتنعس بكري أما غيتا مشات لطنجة الخدمة ديالها دازو شهرين عاسين أنا وأروى عليه عرفناه فين كاري ليها وعرفناها فين كتسكن وأشنو سميت راجلها اللي طلع مقاول وبمكانته. إذن هي دابا في يدينا مزيان. اليوم مع 7 صيفطات ليه ميساج قالت لي حبيبه كنتسناك نسهرو راه مسيو سافر لفرنسا اجي غنلبس لك الاحمر وما تعطلش 10 كون عندي. اطلع هو داك اللي قراه جاوبها دابا عندك غادي ندوز للدار غادي ندوش وغنتعشى وغنجي بحجة صاحبي في الكلينيك. ضحكت وحطيت التليفون نط انا لعند خالتي قلت لها خالتي عافاك سيري باتي عند ماما الدي جات راه بغيت نبقى مع منير راس في الراس ضحكات وفهماتني مشات غير دخلات طرت انا كنجري دوشت وقديت حالتي ولبست واحد السوميج في الاحمر والعشاء كنت موجداه قبل وجلست في الصالة بهدوء. داز شوية ديال الوقت وسمعت زوارت في الباب جريت لبيت نيشان خديت البيسي برونشيت باف اللي كان كبير طلقت أغنية اللي كانت شرقية حزمت خصري بواحد الموزون كيف ديال المصريات خففت الإضاءة والخلخال اللي كان مزين رجليا بديت كنت مايل مجهدة ليه كأنه ما سمعوش راد الباب ديال البيت وانا كنرقص بدلع عارفة غادي يكون طلع وفعلا طلع كيعيط تحت ما جاوبو مشانيش عن البيت حتى وقف مبنج كنت مايل بغناج دلع لكن في قلبي النار شاعلة أعطيه بظهري اللي كان عاري كامل غير الخيوط أما لي هونش ديال الفورمة ديالي حسان منها هي اللي زينة ولكن الزين ديالها باسل عكس زيني أنا وحروفي كانوا ملحين درت حتى كنلقاه ورايا درت راسي تخلعت وقربت وطفيت داك الأغنية وشفتيه وهضرت بصوت هذا أنا قلت أوف خلعتيني إمتى جيتي ما سمعتكش جاوبني هو كيشوف فيا وأول مرة منير يقرب وباسني بالضبط في عنقي اللي كان عرقان غمضت عيوني لكن ما حرك فيا والو حيت قلبي مات من جهته خليته كيبوس على خاطره أمنته عرفتو تعمق دفعته بلطف وانا كنشوف في عيونه وهضرت بصوت خطير خليته ينسى راسو وينسى أميرته. أنا قلت له بدل حوايجك حبيبي غنحط العشاء واخا سكات ما جاوبنيش كأنه وعى وفعلا حطيت العشاء كيف ما قالت أروى طول العشاء هو كيشوف فيا وكياكل وكنت طيبت غير لي بات بالكفتة وحطيت كانيطات ديال الكوكا ايوا تعشى وناض العيون ديالو ما خلاونيش ناكل في خاطري سمعتو كيحك السنان ديالو سالا بدل حوايجو وجا لعندي اذا غادي لعندها قال لي صاحبه في كلينيك وغادي يمشي لعندو قلت ليه واخا خليته وكملت عشايا مشاو انا زيت الماعن هانيه عندي المهم بديت كنحسو كيركز عليا وهادشي اللي بغيت ساليت وحيدت داك الطابليه راجعه لبيتي دهنت يدي بالكريم الليلي ورجيلاتي ودخلت للفراش بدلت السوميج بواحد قصر منه في الاحمر نيت وشديت التليفون وانا كنعاود لاروى وهي تقول لي غير يمشي عقلو غادي يكون معاك ماشي مشكل خليه مشى حتى كنسمع الباب تحل نفس اللحظة ميساج وصلني وأنايا لقيتها كتباليه ماشي فعايل هادو كيفاش ما تجيش غير نمشي لداري اشنو مشكلتك معايا واش ما بغيتيش نسهرو انا وياك بسرعة وقفت سديت الباب دوزت سوارت ورجعت لبلاصتي عاودت الأروى في البلاصة سمعته قرب هو من البيت بغا يحلو لقاني سادة بدا كيدق منير قال عزيزة حلي لاش سادة لا سادة البيت عزيزة واش نعسي عزيزة صيفط ميساج لأروى واش نحليه قالت لي ولكن قبل رشي العطر ديالو كلبسي شورت وميني بوت ديالو جا الوقت اللي يشوف داك اللي دايره في السره ديالك داك البريسين اللي درتي في كرشك وما تعيقيش داكشي اللي درت لبست شورت اللي خفيف الاسود ديال الساتان وفوق الفخذ وديالو حتى البوط ديالو تمشيت وانايا شاعله الضو حليت ليه البيت على اساس نعست شفتو كيشوف فيا انا قلت له رجعتي قلتي غادي تعطل حيت نعست
دخل هو وانا عاطيه بظهري، صافي السيد حس بيه غيحماق. درت تاني وانا كنبتسم، هنا بان داك البريسينغ اللي في كرشي. شتف فيا وطلع الحجبان ديالو. منير قال لي اش داكشي اللي في كرشك؟ انا ضحكت قلت له درتو انا وصاحبتي. اروى عند واحد السيده مختصه بالتجميل، عجبك؟ ديما كنساه. منير قال وبدون ما تاخدي اذني خرجتي ودرتيه؟ انا بورود قلت له كنظن انت عمرك سولتيني ولا قلتي لي فين كتمشي وفين كتجي، حتى انه عمرك ما جيتي وقلتي لي فلانه. واش خرجتي ولا دخلتي ولا فتك هكا ولا غلطه؟ كتجي كتاكل كتنعس في الصاله وانا ديت على هاد السيستم في بالي عادي. عاوتاني ما عطيتوش مجال باش يهضر. مشيت لبلاصتي دخلت ليها ناعسه، بدل هو حوايج وقرب نعس حدايا، عارفه باغيني وغيموت عليا وداكشي اللي كان. اخرتها عزيت نفسي. قالها ليا منير قال لي عزيزه دوري لعندي راني باغيك. نشطو هاد الليله ونسهرو. ضحكت ودرت لعندو وانا كنشوف فيه، هضرت عيوني عليه. انا قلت له ولكن قصرتي ماشي رخيصه. اش المقابل؟ صدمته، نفس الحوايج اللي كتقول ليه هي قلتهم ليه انا. اللسان ديالو تلجم. قال وكنحس بالهضره ديالو مصدوم. منير قال لي مقابل؟ عمرك طلبتي شي حاجه؟ انا قلت له ولكن اليوم غنطلب. اش بان ليك؟ نشطح لك شويه، نشط لك الجو بشرط تشطح معايا. داكشي اللي كان. نط وطلقت المزيكا وحيدت حوايجي قدامه لدرجه السيد ما عرف باش تبلى. بقيت لابسه غير الملابس الداخليه، الحميكي الماع والسوتيمات اللي كانوا في الاحمر نيت مغلوق مشبكين. درت رقص شرقي وحزمت هداك الزيف كيف الراقصات وعطيتها. هز الوسط بكل دلع وغناش، خليته غادي يهبل. صافي بينت ليه مفاتيني اللي عمرو عطاني الحق باش نبينهم ليه. خليته يتبعني كيف الكلب. ساعة عطيناها غير للرقص وخليته يحط يدو فين ما بغا. الفلوس جبدهم من البلاكار بلا حساب وحطهم عليا. خليته يحس بأنوثتي اللي حرمني منها وأنا معاه. حتى درت راسي عييت، مشيت جبت كاس ديال الليمون ليه دايره لي فيه منوم. شربو باش في بالو غادي يرجع الصحة ديالو وبدا في المعقول. غير شربو طاح هكا وما عاقلش وانا ضحكت بشر وكنبرد النار اللي في قلبي. جمعت دوك الفلوس اللي كانوا 3000 درهم، حطيتهم في حوايجي وطحت ناعسة حداه بالسوميج. آخر كان في الأسود، حالفة نحمق طاصيلتو. صباح الصباح والسيد ما عاقل على والو، غير فاش طحنا هذاك الشي اللي مازال عاقل عليه. من بعد من تما ما بقى عارف اش وقع عليه. دارو لقاني ناعسة حداه، حليت عيوني أول مرة يقرب، بسني في الجبهة ديالي، عنقني دايز لشفايفي. السيد سخن، صافي كيحط يدو على الصدر ديالي، صافي ما بقى عارف مالو. هي الايام فين صباح الويل. أصبح الله. دابا ناض نيشان باغي قالك يشدني. بعدت وهضرت وانا ميلة على الصدر ديالو بغاناش غنسطيه. انا قلت صباح الخير بعدا. فيق شاعل ما شبعتيش؟ البارح راه الليل كامل حتى الفجر عاد نعستي يا عمري. شاف فيا وهضر هو كيحك راسو. منير قال لي ما عاقل على والو عزيزه، ودابا بغيتك ما عرفش ولكن ما كرهش نبقى نهار كامل متسكيك. ضحكت انا مقهقهه وانا كنحس بكرامتي كترجع. وقفت وما عطيتوش فرصه. وقف هو كيجري تابعني ما مخلينيش نخرج من البيت. بديت كنضحك وهو معنقني حتى هو ضحك. ضحك لكن بعد اش بعد ما حرق لي قلبي ودمرني وخلاني قد النمله بعد ما كان هاز خنافرو وغير كيغوت عليا مازال ما شتي والو. عيا معايا ما خليتوش يمسني ولا يقرب مني. واخا حسيت به شاعل وناوي عليها. نط وجدت الفطور باللي كاين وقلت ليه والو غادي نتغداو ونصومبل. قال لي واخا. ياه شوف كنت وفين وليت نط انا بلا عجز. بدلت وقديت راسي الميكاب ديالي خفيف. ميساج جاه. خاصك تجي دابا، راه اتفقنا نخرجوا اليوم للبحر. انا كنتسناك تما في الغيستو فلان فلاني. قلت لها في بالي واخا انا غنطلقوا ليك، عرفتو ما غيقراش الميساج حيت غادي ندوخو وغادي نتلفو وداكشي اللي كان. ما شافش في التليفون وما عاروش اي اهتمام. خرجنا وقلت ليه بغيت نتغداو فوق البحر. اداني وقربنا وقلت ليه اروى كتجي لواحد البلاصه زوينه هنايا. وريتها ليه ودخلنا شد ليا في يديا وانا كنبتسم. جوج ديال الطابلات هي قدامنا. شافها تصدمت بلوكا. اما الاميره ديالنا وجه اللفته ولات صفراء.
أنا لاحظت التوتر ديالو وبغيت نزيد نضغط عليه. أنا قلت له: أجي لهاد الطبلة اللي هنا أعمري زوينة. جريته للطاولة اللي حداه، قربنا جر ليا الكرسي وجلسنا، والأخت غاتموت. كتبت لأروى ميساج بالخف أنه وصلت، قالت لي طلبيه على شي حاجة خليه ينوض. شفتو متوتر وكيدور مرة لعندها، حتى هي شدات الغدا ديالها وقلت ليه يجيب ليا الحامض. نساوه، بغا يعيط وقلت ليه لا غير نوض. غير ناض. دخلت أروى في البلاصة وقربت كأنه صدفة وشافتني. أروى قالت: انتي حصلتي دابا؟ وضحكت. درت راسي تصدمت بالشوفة ديالها، بدينا كنسلمو والاخرى غير كتخنزر فيا، وانا ربي اللي عالم بيا باغيه ننتفها نغرس الضفار ديالي فيها، وأروى كتغمزني. أروى قالت: ايوا العفريته كيف دازت الليله ديال البارح انتي ومسيو؟ قالت لي: يا حسناء تقديتي شي حاجه الليله حمراء. ضحكنا وختنا كتسمع حيت قراب. انا قلت لها: طوب يا اختي سهرنا حتى الفجر. ما عولش حيت كان واحد صاحبو نعس في كنينيك مشى يشوفو. عولت نعس حتى السي سيد تما راجع. كنقول ليه صاحبك كيقول لي يموت كاع راه برا عيني. حكنا انا وياها واحد شويه وهو جاي وفي يدو الحامض. سلمات عليها أروى وعرفته انه هي صاحبة غيتا. انسحبت ورجعنا جالسين الى احتاجه ميساج نفس اللحظه وصلني قراه، وداك اللي حدانا ناضت من ساحبه واحد شويه وقال لي غادي نمشي للطواليت. حركت راسي غير ناض قريت الميساج اللي كانت صيفطات. قالت لي: تبعني دابا انا في برا. ضحكت ببرود ووقفت تبعته حتى بانوا ليا في جهه واحده اخرى. تخبيت ورا واحد الديكور كنسمع النقاش اللي كان حاد بينه وبينها. سالها ليها بواحد الطرشه عالميه وقال لها: ما تحاسبيش معايا من الاول، عارفاني سيد مزوج وانتي مرا مزوجه. هدي الطرح. خلاها تخرج العيون ديالها وانا كنبرد في قلبي. رجعت لبلاصتي وكملت ماكلتي عادي. دوزنا النهار برا، خالتي رجعات وغيتها كذلك. دازوا ايام الله والشهور وانا ديما على نفس الحاجه، بالليل السهير رقص ومياعه. تا خليته يهترف بيا درجه راجلي تحنى على ركابيه وبس ليا رجليا كيف الكلب. عام داز وانا واروى وشخص اخر اللي هو ايوب شادين عليه كل شيء وعليها، حيت كيقول لك الشطاح عمره ينسى هزة الكتف وغادي تصيد. واخيرا جا الوقت اللي غيتصيد فيه، النهار اللي غادي تقول ليه اجي نشوفو شي ساعتين حيت غنرحل لاسبانيا. اذا هنا جا الوقت اللي كلشي غيعرف الخيانه ديال راجلي وعشيقته والقرف اللي كنت صابره عليه. كلشي وجدناه وعسينا عليه حنا والعناصر ديال الشرطه. حتى دخل داز واحد شويه واحد الوقت ها ايوب وقف بالسياره ديالو. خرج مع السيد مفاجاه. راجلها اللي رجعناه من المطار باش يشهد على هاد الإثم والغدر والزنا اللي عايشين فيه راجلي ومراته قدام باب شقة واقفين، وراجلها ما فهم والو. أنا عيوني ساهين في الفراغ. تحل الباب كتسمع مزيكا. يلا غادي ندخل. تشدات يد في الوسط ديال يديه، زيت راسي عيوني حمرين لقيتو أيوب هضر بجدية. قال لي: ما تدخليش عزيزة ما تدخليش. أروى بغضب: خليها تدخل أيوب، خليها تشوف باش تبرد النار اللي في قلبها. أيوب بعصبية: ما تدخليش أختي سمعي مني، خليك هنا أفضل. يلا تحركوا نتوما. دخلوا عناصر الشرطة مع ياسين أيوب وراجلو ديك الخانزة. شوية كنسمع الغواس غواتها هي. غمضت عيوني كنحس بقلبي حارقني. فوق السرير لقاوهم في علاقة حميمية مجردين من الملابس. راجلها فاش شاف داك المنظر هاج طاح كيضرب فيه بالجهد وهي كتغوت وكتطلب فيه. اما منير لبس القرصون ديالو وشدوه البوليس. اروى اللي بقات حدايا. الجوقة تجمعات الجيران كلشي خرج جروهم، وايوب شاد راجل ديك الخانزة مخرجينها في ليزار كانت ملوياه عليها، اما هو غير بالقرصون. خرج من الباب لقاني واقفة صافي رجليه فشلو عليه هو كيشوف فيا. أروى قالت: نعت الله وعليك أجروا الخانز الكلب، انت وهاد الخانزة نعت الله وعليك ليوم الدين. هرستي مراتك هدية جاتتها يا الشماتة. بدا كيحرك راسو كيف بحال شي حماق كيغوت بسميتي غير يشرح ليا. جروهم والجوقة والناس اللي كانوا كيصوروا فضيحة. وراجل ديك أميرة محيح باغي يقتلهم. طلعوهم للصطافيط والناس اللي كانوا يدفلوا عليهم نيشان المركز الشرطة. أنا بقيت واقفة قدام الدار. رجع أيوب كيشوف فيا، ما هضرت ما تحركت. عرفوني وصلت للحد القمة من الانهيار، وكيف ما توقعوا بدون إنذار طلقت صرخة من الأعماق ديال قلبي، صرخة كتبين مدى الجرح ديال قلبي.
مدى الألم اللي التحق بيه، منظر عمره يتنسى ليا. ما حسيت إلا طيحة سخفانة والزيف تحيد على شعري. هزوني للسبيطار حيت غيبت. الخبر ضرب بوم في العائلة في الفيسبوك لدرجة توصل لخوتي وأنا مازال معلمتهم. خلاهم يجعروا، جاو كيتجراو للدار ديال خالتي مع الأب ديالي، لقاوها طايحة وغيتا اللي كانت كتبكي بسبب الصدمة اللي تعرضت ليها. بداو كيسولوا فين أنا، غيتا كتجاوب ما عرفت. حتى وصل ليهم أيوب وعرفهم براسو وقال لهم شكون هو. أيوب هو عميد في قسم الشرطة وأروى صديقته وأخت صاحبه. نهار اللي طلباتهم وقفوا معايا ووقفوا. فقنت وأنا يا غير ساكتة، كلشي كيسول اش وقع كيفاش حصلتيه. خوتي غير حماقو وعرفوا ما هضرت ما تكلمت. عاونتني أروى، لبست الزيف ديالي وخرجنا نيشان لقسم الشرطة. دخلوني عليه هو وياها، كان حتى راجلها كان حاضر. شاف فيا والعيون ديالو حمرين وحضرهم وهضر ياسين. ياسين قال عزيزة، قلت يا اختي باش تعرفي الإجراءات اللي غادي يديروا والوراق اللي غادي تسني باش يدخل فين يتربى. شاف فيا وهضر برجفة، خايف يخسر خدمته، خايف يخسر منصبه، أما السمعة ديالو ما هماش وعيلي. منير قال عزيزة ما ديريهاش، غلط كان اعترف ولكن الشيطان عماني. غفري ليا، الله يرحم ميمتك وغلاوة امي عندك، ما تضيعينيش وقابل نولي كلب تحت رجليك. شفتي ورجعت شفتيها بواحد النظرة. وايوب حاضر شد الكرسي ديالو مربع يديه كيتفرج اش غادي نقول. شفتي خانوني دموعي ونزلوا، هضرت برجفة في الحلقة ديالي وكنشوف في عيونه. انا قلت هذه خرتها خيانة. اش درت ليك؟ اش صرفتيك؟ تزوجتيني بنت دارنا، عمرني عقلت يدي مسات شي راجل حتى مساتك انت. ديتيني بنت طاهرة نقي حتى انه عمرني شفت شي راجل حتى شفتك انت. بغيتك وانا بنت 15 سنة، غير مورا البيبان كنت كنشوفك وفي صلاتي كنت كندعي تكون نصيبي. نهار اللي خالتي قالت بغيت عزيزة المنير فرحت لدرجة بكيت من قلبي. حطيتك بواحد المرتبة خوتي ما حطيتهمش فيها. كنت ليك زوجة مطيعة، غوتي في وجهي، عايرتيني، خنتيني وانا سكت كنقول خليها عزيزة غادي يرجع ليك ولولدك. سمحت ليك في الليالي اللي خليتيني وكنتي كتعس في الصالون وانا كيف الجيفة كيف الكلبة ما تسوقتيش ليا. وانا كنحط لك اعذار اللي ما مولفينش. لا ما تخنقيش الراجل، كنتي كتجي ليا غير كتخوي الكبس ديالك كالحمار وكتمشي حتى كلمة زوينة ما كتسمعها، ما كنسمعها منك. حرمتيني من انوثتي، انت السبب باهمالك ليا وانت عارفني من دارنا لداركم. عمرني عرفت اشنو ندير، رمانه مغمضه كتسنى اللي يحلها ويوريها ولكن تهملتيها حتى رجعات كيف هاد العاهره اللي حداك. رجعت كنلبس وكنتقاد وكنتمايع، خليتك كيف الكلب وانا عارفه خيانتك وعارفه كل شيء، فين كتمشي فين كتجي. تبدلت، عاد بديت كنحلى في العيون ديالك، وليتي باغي نياك دير في بالك. لعبتي عليا وانا رجعت لك اللعب باضعاف. مدة عام خليتك كي الكلب تحت رجليا ورجعت كرامتي. فيديوهاتك مع هاد الكانيشا، تصاور ديالكم، التسجيلات ديالكم عندي. مادامك كتبغيها وهي خلاتك كنتي ما تزوجتينيش انا وانتي يا الخنزه ما حشمتيش. الخيانه وانتي مزوجه براجلك ووليداتك. كيفاش غادي تشوفي في هاد السيد وانتي مع غيره؟ كيفاش كتحطي راسك على المخده وانتي حارقه قلب مرة اخرى والدموع عمرو المخده ديالها؟ اللي نقول لك وليه حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفيه. السياسين انا غنخليه يخرج على وجه الولد اللي حنا مشاركين. ما بغيتش يقول دخلات بابا للحبس وباش ما يخسرش خدمته ولكن غيطلقني. جميع حقوقي غادي تحط وغادي نتنازل على غادي تنازل على الحضانه ديال ولدك وفمك مسدود. والله يعاونك ما تبانش مازال في طريقي وعلى وجه خالتي. كملت كلامي وهذا الراجل ديك السيده بغضب كان سميتو جمال. جمال قال هاد السيده غادي تحرم عليا مرا، طلقتها ولكن ما غاديش نتنازل ليها. بغيتها تدخل الحبس وتنازل على بنتها وولدها وما توصلنيش، وإلا قسما بالله ما نرحمها. منها لعائلتها ورقتها غادي توصلها. غوتات وطاحت على رجلين ديال راجلها كتبكي وكتقول ليه هو اللي غواني، هو السبب، هو اللي كان كيهددني بالتصاور ديالنا في لافاك، كنت معاه صدموني، انا بريئة. شفتيه
وحتى هو اللي كان مصدوم وضحكت. أخرتها نكراتو. انسحبت أنا من تما ولقيت أروى اللي كانت كتسناني، عنقتها وخرجنا بجوج، خليتو كيوقع على الإجراءات ديال الخروج، هو مصدوم عارفة اش كيتسناه برا فاش غادي يخرج. دازو أيام كحلة، رجعت للدار ديال خالتي لقيت حالتها حالة، شافتني ونهارت بالبكا على الحالة اللي وصلات ليها. بكيت أنا من قلبي وأنا كنقول ليها حسبي الله ونعم الوكيل، فيه اليوم الدين. كانت حتى أروى اللي كانت حاضرة وغيتها، شفتها كتغاوت معاها أنه دمرنا المستقبل ديال خوها وشوهناه، ماشي خدمة هادي. وفعلا الكلام ديال أروى كان حقيقي، غيتا وخا صاحبتك ولكن فاش غادي يتعلق الأمر بخوها غتجي في صفو. حيت الأخوة حد هاد الدنيا، جمعت حوايجي وكل شي في الفاليزات، عمرتهم وجمعت حوايج ولدي. وخالتي كترغب فيا، العارة نيتي ما تخلينيش، هو غادي يخرج وانتيا لا، وانا غير ساكتة ما جاوبتهاش، روحي محروقة. جاو خوتي تابعيني للدار، نوضوا الصداع مع غيتا وداوني انا وجاد واروى اللي تبعاتنا. جيت ورجعت نقطة الصفر لدارنا، لقيت امي كيف جهنم قبل ما تحرقني. هضرت وقلت ليها جوج ديال الكلمات، غنطلق وغنمشي وجهي ما غتشوفيش، غير يحي بالك وسيري وسي ولدك منير وبوسي يديه. حيت غدرت بيه بزو عليا با وخوتي باش نشرح اش كاين، وشرحت كل شي من الاول حتى الاخر انه خيانه وزينه وبجوج مزوجين، خليتهم مصدومين. اخرج وراسو في الارض. خالتي سخطات عليه، هزات حوايجها ورجعت للبلاد، وغيتا خلاتو مشات لطنجة بقى بوحديتو. ما قدرش يوصلني ولكن ديما كان كيصوني وكيصيفط ليا، ما خلى ما قال لدرجة النحيب ديالو البكا ديالو، هو كيصيفط ليا الاوديوهات، كان كيجيب ليا الشفقة. اخرته بقى وحيد، طلقت خديت حقوقي كاملة، نازل على ولدو. غير شديت ورقتي من المحكمة للدار، هزيت حوايجي، خوتي ما كانوش وبابا كذلك، ولدي هزيته هو وحطيت شوانطي وركبت مع أروى شادين الطريق للرباط، تما فين غنستقر وتما غنبدا حياة جديدة أخرى، وغنسد هادي اللي تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج خلاوني نحل عيوني. من بعد مرور عامين دازو عامين أخرى من حياتي، ولا في العمر ديالي 28 سنة، السيدة فاهمة الدنيا، خدمت في واحد المكازة ديال الحوايج، ولدي معايا كنخليه في الحضانة، وخلقيت صعوبة في الأول بحكم ولف جداه بزاف، كان كيبكي ولكن دابا عمرو 3 سنوات، ولف ما شاء الله، ولا لسان مسرح وشي هضور لي زوينين. عايشة مع أروى الحمد لله، مرة خالتي وغيتا كيجيو يشوفوا جاد، ما قدروش يصبروا على فراقه. غيتا ما كانش ليها نصيب مع خويا، خطبها واحد طنجاوي وعرضتني العرس ديالها، بحكم خالتي وماما تسامحوا ونهاو الخلاف، رجعوا عادي امام منير، فراه تا حد ما كيهضر معاه، ولا سكوتي والخدمه، من الخدمه للدار من الدار للخدمه. شحال حاول ويجي حتى للرباط غير يشوفني وعمرني وريته وجهي. اروى كتعطيه جهد ساعتين وكيرجعوا ليا بالحساب، وغير شفقه مني عليه، كنخليه السبت والحد يدوزو معاه وكيرجعوا ليا، وعمرو شافني بغا يتسطى، كيتمنى غير يلمح عيوني. في الوقت ما كنبدل فيه شي المرا كنلقاها عنده غير تا كتعطيها ليه، حتى قالت لي اروى خليه يبقى يصوني يصدعك، خليه يشحف ويعرف اش ضيع، واي ستوري حطيت هو الاول كيشوفو، واي حاجه كنلقاه شافها، ولا متبع كل شي عليا كيف المهبوس. خارجه كيف ديما مع ديك السبعه من الخدمه، لابسه سروال مع التريكو خفيف والشال معاه، هزيت راسي كيبان ليا ايوب، مسند على تريماكس اسود كبير وحاط كاسك حداه، فوق التريماكس كان بالكوير السروال اسود بروت كان. شفتو وضحكت وقربت ولبست على شفايفي. ايوب قال تعطلتي ب10 ديال الدقائق، التبرير فين تعطلتي؟ حطي وين الوراق تبريرك، يلا عندك دقيقة 10 ديال الدقائق فين تجلاو. ضحكت وانا كنشوف فيه، قربنا وسلمت عليه بالوجه، تصدمتو هنا فين خليتها صدمة للجميع، ماشي غير ليكم، انا وايوب على علاقة وخطبني وحتى العقد ديال الزواج كنوجدوا ليه. فاش غادي يمشي غيجيب هو خالته وخوه مع اروى والفاميلا ديالو باش يخطبني خطبة رسمية. الشخص اللي لقيت جنبي مسح الدمعة ديالي وواساني، وكان من الاول حاضر على الخيانة اللي كنتعرض ليها، بغاني قال لي انتي بنت الناس وانا عليك كنقلب، اعطيني فرصه، انا غير يتيم، والام والاب ديالي متوفيين، عندي اخ صغر مني فقط، خالتي اللي كبراتنا، وجده وجدي. الا قبلتي يا بنت الناس نحطك فوق الراس. قلت له اعطيني وقت وعطاني وبقى معايا، الا حتى شفتيه انه يستاهل يكون زوج
اللي نتجازى به على المعاناة اللي عشتها. عطاني كاسك وقادو ليا فوق راسي وهو كيضحك، ركب وركبت وراه، وكسيرة نخرجو باش نتعشاو ويساريني ويرجع مسكين. كازا، مشينا لكازا، شفتو الحب الحمد لله. جا اليوم الموعود ديال الزواج ديال غيتا، اللي عرضات على كلشي الفاميلة حتى حد ما خلاتو، حتى من عماتي وتريكس با تا هما عرضات عليهم. القاعة على قدها قداش، راجلها لاباس عليه ودار ليها عرس أسطوري. طول البداية ديال كلشي كيهضر، واش عزيزة ما غاتجيش، واش عزيزة ما غاتجيش، وعزيزة واش ما غتحضرش، وخالتي غير كتسنى. واخيرا جيت بقفطان ملكي في الاسود، ميكاب والشعر اللي كان مطلوق كيضرب في الخصر، دايره ليه مشيطه ولايحه عليه شال اللي كان خفيف. جيت مع اروى وولدي في يديا، دخلنا هازين الكادوات. واخيرا المواجهه كيفاش غادي تكون، ردة فعلهم العائله اللي عامين ما شفتهم، شادة تقاري واتساع وبعات. قربات خالتي وهي فرحانة كتعنق فيا وكتقول الغالية جات وحضرات، جاها البكا وأنا كذلك. هزيت راسي كنلقاه حداها، هاز جاد معنقو، لابس كيف ديما رسمي، زاد ضعاف لكن باقي هو هو. شاف فيا ومد يدو، العيون ديالو كنحسهم غادي ياكلوني، كيشوف فيا وجهي ويدي وشكلي. شفت يدو ممدودة، هضرت معاه عادي. أنا قلتلو اسمح لي ما كنسلمش، الله يجعل كل شي مبارك ومسعود. خالتي قالت امين، زيدي يا بنيتي، القاعة نورات بيك. سلمات اروى على خالتي وقربات للطابلة فين كاينه اختي اللي توحش، وقفات وكتسلم عليا وكتبكي وانا كنضحك على العموم. سلمت على الكل بحكم كل شي حاضر، وجلسنا وماما غير كتشوف فيا وهضرات بحزن. شامة قالت بنتي طولتي الغيبة. شفت فيها عرفتها ندمات، ولكن قلبي ما بقاش عنده مازال فين يزيد. جاوبتها بهدوء، انا قلت هادشي اللي بغات الوقت الا لا شامة، نبعدو ونبنيو راسنا، حيت كنعقل النهار اللي تحط ما لقيتكش حدايا. وحتى دابا بلا ما تشغلي بالك انا بخير. سكتات حضره راسها، دورت وجهي لقيتو جالس مقابل معايا جنب خالتي. دخلت غيتا باللبسه الاولى مع راجلها، كيبانوا فرحانين. شفت في خويا اللي كان كيبان فيه محروق من جهتها، حيت بغاها من قلبه، ولكن الجرح ديالو مازال غادي يبرى مع الايام. وقفنا وقربات مع النقاني، فرحات فجيت انا وقربات لعندي. حتى أروى والبنات صحاباتنا كيسلموا عليها وهي فرحانة. سلمنا على الطنجاوي ورجعنا كاملين مجموعين في الطبلة. البنات كنا كنضحكوا وحنا ناشطين. داز واحد شوية ديال الوقت في النشاط، جاد راه هزو طليقي وعيونو والو واش حيدهم من جهتي، حتى كيبان ليا جاد كيجري الجهة ديال الباب. هزيت راسي بان ليا داخل أيوب كوستيم أسود، حداه ياسين عرضتهم غيتا. منير ما فهم والو. نغزاتني أروى قالت لي جاي، انا كنعرفو غيبات قدام القاعة ولا في دارو. تصدمت، تطلق الشعبي وهو جاي جهتي. هاز جاد ورجع كيضحك وكيحرك راسو، وجاد كيصفق، حطو بدا كيشطح بلا فيست ديالو. وياسين كان كيصورو حتى هو كيشطح قدامي. حطيت يدي على فمي واروى اللي كتزغرت. جاتني الضحكة، كيشطح من نيتو، مد يدو ووقفت. غتقولوا خوتك وباك؟ أيوب راه دار معاهم أنه ناوي الحلال وتعرف عليهم كاملين. بديت كنشطح أنا وهو، جرني وسط القاعة وأروى كانت كتفيلمي. بديت كنشطح بالتاويل، قراب من بعض محيحين. تا واحد ما فهم شكون هذا. ابتسمت خالتي، عرفات بنت ختها عزيزة. بدات من جديد، قربات تعلق ليا وليه وهي فرحانة مسكينة. بس أيوب راسها وهي كتسلم عليه. سالينا شطاح وتمشينا للجهة ديال الوالدية. قرب كيسلم على خوتي وبا وامي. عرفتو بختي اللي مصدومة وراجلها، وعجوزتها اللي ما خلات ما قالت عليا، ووصلتني الخبار. ورجعنا للجهة ديال أروى والبنات فين مريحين وياسين. جلسنا قراب البعض، كنهضروا أنا وهو بشوية، مرة كيحضر راسو جهتي كيسمع ليا، مرة أنا كذلك. واحد الهدوء واحد الانسجام بينا. القاعة اللي كيعرفونا دغيا دازت داك الهضرة ليهم، شي كيقول راجلها، شي كيقول عزيزة زوجات. أما سي منير كيف واحد اللي سقلتيه من الماء بارد أو طايب. على حد علمي من الكلام ديال خالتي اللي عاودت لي أنه ناوي يرجعني وطلب أنه نجمعو الشمل ديالنا. حتى كيتصدم صدمة العمر ديالو، كنحسو كيدور في ديك الساعة، كيدور في القاعة كي بحال شي كلب اللي مقطوع الديل ديالو. طول العرس ما تحركتش من بلاصتي، بالعكس يدي في يد أيوب جنبو جالسة مشاركين الهضرة أنا وياه. حتى صدمني. أيوب قال لي كي جاتك هاد القاعة؟ جاوبتو كنشوف فيه كانت ملكية نيت، بلا الورد والديكور والهضرة. هضرت بهدوء، انا قلت له كي شي قصر ياك زوينه بزاف.
ايوب قال لي من بعد 15 يوم عرفتي اش غيوقع في هاد القاعه. شفتي وانا كنحرك راسي؟ لا. ضحك وهضر ومثبت عيونه عليا. قال لي غنتزوجوا بعرس اسطوري الحبيبه ديالي. حبيبه القلب، راني دافع عربون من قبل، غير قلت ليهم توجد العروس وهاني معاكم. تصدمت انايا صدمه كي بحال صرفقتيني، الدموع حسيتهم نزلوا. عضيت فمي واروى اللي ضحكات. اروى قالت نكار الخير، شكون اللي وراك القاعه؟ انا. وشكون اللي وراك النقافه؟ انا. وشكون اللي تقدى الدهاز ديال لاله عزيزه؟ انا. ايوا حرام اخويا، حتى شكرا ما سمعناها منك. ها؟ وحتى البرطمه ياك عاونتك انايا فيها في التسياق والفراش. ها الغدا خلصتيه عليا يا ولد الهم بحجه عزيزه صاحبتي. ايوا شهقت انايا، ما قديتش نحبس الدموع ديالي. ضحكوا عليا. جرني هو معنقني وانا كنبكي بالفرحه. كنت حاسه اروى فاش كتسافر لكازا كتخطط لشي حاجه، ولكن انه هاد الحاجه عرسي ما ظنيتهاش. دوزنا ديك العراسيه على خير، نشطنا حيحنا حتى 6 ديال الصباح. عاد ودعنا العروسه ومشات. هنا ايوب قال لي سيري لداركم، من بعد الغدا غادي نجي باش نديرو خطبه رسميه ونتعرفوا ما بين العائلات. عاد ضرب الصداق. وافقت فعلا. منين مشيت وانا غارقه في الرواين، بحكم الصيف وكل شي عرف الخطبه ضروري خصك تعرضي على العائله. سولني بابا واش بصح مرتاحه لهاد ولد الناس. قلت ليه هو اللي كنحس بخير وانا حداه. قال لي الله يسخر. نهار قبل الخطبه كنسمعوا الدقان في الباب. حليت انا بيجامه في الباج اللي كان زوينه وشيك جمع السالف، وشي كان كيلمع والشفار مركباهم كيبانوا طبيعيا بلا الضفار اللي في اللون بارد. كان الصباح. لقيتها خالتي مباركة. سلمت عليها دخلات كيبان منير اللي واقف حدا السيارة ديالو. بكيت ما شفتيه عادي جدا. قبل ما نرجع ندخل دون ما نكملو نادى بالسمية ديالي وقرب لجهتي. مخنزر شافية وهضر مغلغل كأنه حس بالشمتة. في بالو غادي نبقى كنستناه. هضر كأنه كيأكد. منير قال لي سمعت غتزوجي. انا بورود وانا كنضحك. وي الا بغى الله شي مشكل؟ منير قال لا، حك الدقن ديالو. تزوجي الله يسخر، ولكن ولدي غيكبر معايا مدام عزيزه. انا ولدي ما يكبرش مع البراني، هذه غير سايها. شفت فيه وبديت كنضحك من قلبي وهو مخرج عيونه. هضرت وانا الابتسامه على فمي. انا قلت له بصح بغيتي ولدك سير المحكمه، رجعوا يلا غتلقى واحد الدوسي قدو قداش، واحد المجلد من 200 ورقه اعشيري كتسناك. وجهك يا صاحبي صحيح خلاها ايوب. اضرب كمارته كافر يتوب ويسلم. ولدك إلا نسيتي عندي ورقة اللي محيتيه من حياتك وتخليتي عليه، زائد قلنا تعكس ولا تعرض طريقي الملف ديال الخيانة والفيديوهات ديالك مع ديك الجرانة. غادي تحل وغادي تحاكم. وصدقني شري الراحة لراسك، حيت إلا طحتي في يد أيوب راك كتمنى الموت ولا هو. أنا اللي كنعرف راجلي مزيان. قطع فمك النفس قبل ما توصلو. ما يبانش ليك غير ضحك تقول هذا راه حمق مصرفق. نهار اللي يحيد الضحكه راه عزرائيل وتعيط ليه يجي يهزك. فهمتي كلامي؟ ما تعاودش بحال هاد الهضره هادي، راها كبيره عليك وما تخلينيش نحرمك منه حياتك كامله. اصلا جات كاع ما مسوق ليك. خير دليل راه بات عند باباه المستقبلي من نهار ديال العرس. فينو انا اللي مو ما شفتو؟ بقيتي غير نتايا. سير الله يرد بيك وشوف. سير عاود حياتك وصلحها. نصيحة مني، مرحبا بك العرس راك معروض. واخا يلا الله يعاون. هادي راه الدار ديال با، وخا ما كيدخلوش ليها الشمايت حيت نقية، وبا اللي والد غير الرجال. لحت ليه الكلام ديالي اللي شلو. عصرت وسديت الباب في كمارته. حمق في راسو هذا، صحابو غيخلعني مسكين. دازت الخطوبة على خير. كبر بيا البيضاوي دهاز ديال الرفيع حطو، وحتى انايا كبرت بيه. لبسنا الخواتم وانا فرحانه. غير عزيزه اللي كانت متخوفه اليوم عيوني كلها نبض، كلها حب، كلها الانسان اللي يستحق. يومين ورا الخطبه درنا ضرب صداق، وفي نفس الوقت الليله ديال الحنه. ما كاينش تاجيل. اش طحت فرحت براسي. كنت عارفه انه تزوجت انسان اللي نستاهل، وحلفت وعطيت وعد لراسي حتى غادي نبرع ونكون ليه ديك العاهره اللي تخليه ينسى الدنيا وينسى الناس وهو معايا، ينسى راسو. داري رجحها ليا الجنة، رجحها انا جنة ليا وليه. دوزت عرسي 1000 ليلة وليلة. عرس اللي ما درتوش وانا عزبة بنت بونوت، درتو انا يا مطلقة. زينت في العمارية وانا كنشوف شي فرحان ليا من قلبه كيف اروى اختي خالتي حتى الوالده، وشي كيضحك بالفقصه بحال التريكه ديال خوالاتي وعماماتي. دوزت العرس ديالي
دخلت لعند راجلي عروس كيف الليلة الأولى ليا فعلا، دوزناها ولا في الأحلام عمرها تنسى. غتسولوني ومنير غنقول لكم حضار وجا العرسي وجلس وتفرج في بنت دارهم اللي كانت عنده وخسرها في البلارة اللي جزاها بالخيانة وخلاها هي اللي تستاهلها. تزوجت ودابا أنا وأيوب 5 سنين ديال الزواج، عمرنا تخاصمنا ولا تناقشنا، 5 سنوات كلها عشق، الحب، فرفشة، الكلام الطيب، العشرة الطيبة، المعاملة الجميلة. 5 سنوات ولدت فيهم بنية ووليد متابعين، بلا ولدي اللي عايش معايا، حتى أروى سهل عليها الله وأخيرا لقات نصفها التاني وتزوجاتو وعاشت قريبة ليا، رزقها الله بنية حيت كانت يلاه في الثلاثينات. وكانت هذه حكايتي. خالتي عاودات زوجات طليقي بواحد السيدة أرملة، ولدات ليه وليد آخر، واللي سمعت أنه جمع راسو وتحول من كازا لأكادير، الخدمة اللي كانوا حولوه. وخالتي رجعت للبلاد تما استقرات، وديك الدار باعوها. فاش كيوصل الصيف أيوب كيوصل ليه جاد 15 اليوم بالحساب كنعطيها ليه وكيرجعوا ليا، وهكا غاديين والحمد لله على كل حال. كانت هذه حكايتي أنا عزيزة والمعاناة اللي عشت فيها، وهكا رجعت كرامتي وطلقت وعاودت حياتي من إنسان اللي يستاهلني، وعشت سنين عمري معاه كأنه أول زواج ليا. ديما خليو إيمانكم بربي كبير، حيت ربي عمره غادي يخيبنا. شكرا بزاف لكل وحدة تبعات معايا قصتي. بسلام عليكم. على لسان الكاتبة ديالنا جنى نور الشريفي. هذه النهاية قصة قصيرة كنتمنى تكونوا خديتوا عبرة منها، أنه عمرك تخلي أي راجل يعفط على كرامتك، وأنه الصبر مفتاح الفرج، وعمرك تثيقي في دوك اللي كيقولوا الراجل يبغي بنت حشومية درويشة، والله ما تكوني عاهرة في فراشك وفي دارك لا شاف فيك. يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك الراجل ما كيتسوقش، غاكوني ظريفة وحشومية معاه. كذبوا عليك أختي، الراجل كيبغيها جريئة سيكسي في الفراش، ما تكونش حشمانة تلبس وتقاد وتخليه تالف. خذوا العبرة من عزيزة،